انتوا كلكم على ده على ده كلكم على ده على ده أحكتش انتوا كلكم تحت ده تحت ده انتوا كلكم على ده على ده أحكتش. دي انت ما بتعملش حاجه حلوه والله، انت بتعمل قرف. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده هيبقى فيديو مميز جدا، لان الفيديو النهارده معاك صاحب ترند انتوا كلكم على الكوتشي، وده اول مره هنعمل فيديو ان احنا نروح نصور مع حد كان ترند في يوم من الايام. كمل الفيديو للاخر وتقول لي رايك، ولو السلسله دي عجبتكم ما تنساش تقولوا انتوا حابين تشوفوا فيديوهات مع مين وتكتبها لي تحت، ويلا بينا نبدا الفيديو. مين هو هيثم عبد الله؟ مكتوب على باب شقتكم مستشفى المجانين، انا شايف ناس بتصوصو وكلاب عماله تنونو وناس عماله تقاقي وديوك عماله تزعق، انا ضدي ولا عليا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا هيثم عبد الله، كنت عامل اغنيه اسمها انتوا كلكم على ده على ده على الكوتشي، تمام؟ كانت نازله ترند، والوقت ان شاء الله بعمل اغنيه اسمها من اللحمه محرومين على اليوتيوب، يا رب تعجبكم. وازاي دخل مجال الاغاني والمحتوى بتاعه ده؟ انا دخلت الموضوع دون بالصدفه البحته، ان انا اصلا مخرج، وكنا عاملين اغنيه لواحد صاحبي وما جاش في الاستوديو فغنيتها انا فنزلت ترند. بس في ناس كتير ما عندهاش محتوى خالص وبيقولوا على المحتوى بتاعهم ان هو رياكت، طلعوا عملوا رياكت عليه عشان خاطر بس الشهره ويجيبوا عليه مشاهدات. وحبيت برضه اعرف كان ايه رد فعله لما الناس دي عملت رياكت عليه. ما كانش ينفع ارد، يعني ما ردتش، ما كانش ينفع ارد على حد كده، ما ردتش كاني ما يعني هرد على مين ولا مين ولا مين، لا انا سبتهم كده يعني. طب هي الناس اللي بتقدم المحتوى ده فعلا هي ناس موهوبه ولا هي ناس بتقدم كده وخلاص؟ يعني من ضمن الاسئله اللي سالتها له الاغاني، كلمات الاغاني دي بيجيبها منين؟ هي كلمات، معظم الاغاني كلماتي ولحن عمر خيام. وهو فعلا مقتنع ان الكلام ده كويس ولا هو عارف ان الكلام ده ملوش اي 30 لازمه؟ هو الكلام مع اللي احنا بنعمله، يعني مع العصر اللي احنا فيه، بس لكن طبعا ايام عبد الحليم ما كانش ينفع يظهر الكلام ده، ودلوقتي بقى اي حد بيغني وبقى اي حد بيكتب كلمات والكلام ده، فكده يعني. طبعا العامل الاساسي ان هو شغله، احنا ما نعرفش شغله ايه. لا انا شغلانتي الاساسيه كنت اخصائي مساج، بعد كده بقيت على تاكسي يعني والكلام ده، وفي الفن بقى دلوقتي. وبالنسبه للناس اللي بتعمل رياكت وبتطلع تشتم في الناس وتتكلم، طب ليه ما فكرتوش انكم تروحوا تقعدوا معاهم وتشوفوا الناس دي فعلا عندها موهبه ولا هي بتعمل كده وخلاص؟ وعلى فكره برضه دول بني ادمين وبيتضايقوا من الكلام ده، وفي كلام بيجرحه وكلام ما بيجرحوش، عادي خالص. لا ما في تعليقات زعلت منها، بس المفروض تنتقدني بادب مش بقله ادب. في ناس كتير كانوا بينتقدوا بقله ادب، فما ينفعش تربيتي ما ينفعش يعني. بس يا ترى هو بيبقى قاصد الكلام ده عشان خاطر الشهرة ولا قاصد الكلام ده علشان خاطر المجتمع اللي عايز كده؟ من ضمن الحاجات اللي سألتها له، يا ترى انت عندك هدف توصل له بالمحتوى ده ولا هو جات ما جاتش مش فارقة؟ انا بحاول زي اي حد، بس انا يعني بحاول اعمل كلمات مختلفة مع الحان مختلفة تخصني انا، بس مش ما بحاولش اقلد حد، يعني بحاول اعمل حاجات لنفسي يعني. على فكره يا استاذ هيثم من الناس المجتهده جدا، يعني انا شفت فيديوهاته وشفت حاجته، وكنت واحد من الناس على الرياكت والكلام ده، انا قلت هروح الاقي حد ما يعرفش اي حاجه خالص، حد مهمل، حد مش فاهم هو بيعمل ايه. بس هو فاهم، هو عنده استوديو وعنده مكان بيعرف يسجل وفاهم، بس هي مشكلته مش لاقي الظهر او اللي مش لاقي السند اللي معاه. هو الراجل بيعمل كل حاجه لوحده، بس لو حد وظفه صح، حد عرف يعمل له حاجه صح، هيطلع. ايه رايك تطلع فيديوهات مثلا ترد على الناس اللي انتقدتك دي؟ ماشي، يوم مثلا ترد على، يعني مثلا مش لازم ترد على كله، اكيد كتير اصلا، يعني انا شفت الفيديوهات كلهم يعني كل اللي بيعملوا رياكت حرفيا انتقدوك. ماشي، شوف فانا عايزين تطلع تقول ردك على كلامهم، يعني عادي. كلامهم صح اصلا ولا غلط، ولا هم شايفين حاجه؟ لا عادي، هو الموضوع مش موضوع شايفين حاجه، موضوع ان كله بياكل عيش. اكيد انت اغنيتك مترقعه، ما ينفعش اقول اغنيتك حلوه، لازم اقول اغنيتك وحشه عشان الناس تخش تشوفني، عشان لما يشوفوا ان هي وحشه يخشوا يقيموا هم فيعملوا رياكت عليها وحشه كده. هو اصلا اللي كان بيعمل رياكت بيعمل عشان عايز يجيب مشاهدات. يعني اللي بيعمل عشان عايز يجيب مشاهدات وعايز ياكل عيش على قفاك من الاخر. انت تحب تقول لهم ايه بقى؟ كل حد بينتقدك او كل حد بيقول لك حاجه او بيعمل رياكت عليك، احب اقول لكل واحد بينتقدني بنزحمار انتوا كلكم على ده على الكوتشي.
والله جامد. كان حد من الناس اللي هم عملوا رياكت بدل ما يعملوا رياكت كان يتواصل معاك، كنت هتستقبل كلامه؟ ايوه استقبل كلامه، ولو حد عايز يعمل معايا شغل يجي يعمل معايا شغل. انا فاتح وفي ناس اتصلوا بيا وعملنا شغل واي حد اتشرف بيه، مفيش مشكله بالنسبه لي ان انا اقابله او يقعد معايا واقعد معاه، هو يستفاد مني وانا استفاد منه ونشتغل ونعمل تيم مع بعض، ما عنديش مشكله في ده. طب كلمني بقى على الاستوديو. الاستوديو ده انا جايب مايك كوندنسر وجايب كارت صوت بهرنجر وجايب كمبيوتر، كارت شاشه طبعا عالي ورامات عاليه وكان عشان يستحمل الشغل اللي عندي، وجايب سماعات عشان بحاول على قد ما اقدر الناس حتى اللي هيجي تشتغل معايا عندي، يعني نوفر ثمن الاستوديو بتاع الكلام ده. بس لو احتاجنا ثمن الاستوديو بنضطر نعمل استوديو. انا كده هفتح استوديو تاني، وكان عندي استوديو بس يعني لما الكورونا جت قفلناه، وكان عندي كاميرا ووقعت في تصوير واتحرقت، وهنجيب كاميرا ثانيه ان شاء الله وربنا يسهل. طب انت شايف يعني عايز توصل لايه بالموضوع ده؟ والله عايز اوصل لحلم ان انا ابقى حاجه في المجتمع. انت اول حاجه بتعملها انك تبقى مشهور، بعد كده تكسب من ورا الشهره دي. اي حد نفسه يبقى مشهور ونفسه يكسب فلوس ونفسه، هي طموح هو توفيق بقى، ربنا يوفق حد ما بيوفقش حد تاني. بس انت بتبقى قاصد تعمل الكلام ده عشان الشهره، ولا انت شايف الكلام ده هو المناسب للاغنيه، المناسب للوقت، المناسب للعصر؟ هو انا بعمل اغاني حسب مودي انا، وحسب معاشرتي للناس اللي حواليا، وحسب ما بينزل كلمات. يعني ممكن مثلا كلمات وانا سايق تيجي فجاه عندي، مثلا ممكن اقعد اهزق حد بالحداقه اقوم عامل له كلمات زي انتوا كلكم على الكوتشي مثلا، كنت قاصدها لناس معينه هزقهم. مثلا اغنيه زي تخيليني دي كنت جايبها كاتبها للانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي، ما حبيتش الا هي، فكنت كاتبها لها تخيليني. ومكتوبه على فكره تخيليني دي من 25 سنه، مش من امبارح ولا اول، من 25 سنه، من ايام ما كنت عيل صغير في الشارع، من 25 سنه من زمان. بس انا ما حبيتش ان انا اطلع اعمل فيديو واشتم واقول زي ما الناس عملت كده وعملت رياكت عليه، لا انا حبيت اروح له اعرف الناس اللي عملت رياكت عليه ديت لو كان حد تواصل معاه او فكر بس ان هو يكلمه عشان يروح يتكلم معاه ويشوف مين الشخص ده، كان ده هيبقى رد. وعلى فكره هو خد رد الرياكت والحاجات دي عادي خالص وما فرقتش معاه اي حاجه خالص. لو احنا هنتكلم عن المحتوى، لو هنتكلم عن مصر بس، انت بتتكلم في 100 مليون مصري، مش هيبقى فيهم 100,000 معجبين بالمحتوى؟ وكان ده رده للناس اللي هي معجبه بالمحتوى. احب اقول لهم اعزائي المشاهدين الى الان احلامي واقفه، اعزائي المشاهدين الى الان حياتي خايفه، محدش عنده حلم للبيع، محدش عايز هم وانا بيع، ساكتين ليه؟ عايز اسمع. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا اخر الكلام حب يوصل رساله لكل حد عمل عليه رياكت او ما كانش عايز يرد على الناس اللي بتعمل عليه رياكتات، ان هو من طبعه ان هو شخص محترم ما بيحبش يرد ولا بتاع مشاكل، فهو ده اللي خلاه ان هو ما يردش على الناس خالص ولا يعمل اي حاجه. في اخر كلامنا انا حابب اقول ان الشهره حاجه حلوه وكلنا بنسعى عن الشهره، بس في ناس بتسعى بطريق غلط وناس بتسعى بطريق صح. في ناس بتقدم محتوى وفعلا هي حابه الموضوع، يمكن دي كمان ناس متاخره، وناس بتقدم محتوى مش عايز اقول انه محتوى لانه اصلا ما ينفعش يتقال عليه محتوى، بس كان العامل الاساسي ان خلاهم يعملوا كده الناس اللي بتتفرج عليهم واللي بتشير الفيديوهات بتاعتهم. فلو حد عامل محتوى مش كويس واتشهر مش هو السبب، احنا السبب. فعلشان كده في اخر كلام انا عايز اقول لكم ساعدوا ان المحتوى الحلو ينتشر، وبدل ما تطلعوا تعملوا رياكتات على ناس مش كويسه او محتوى مش كويس علشان خاطر الرياكت ده هو اللي بيشهره، ففكروا في مره تعملوا رياكت على محتوى كويس. اما بالنسبه للي بيقدموا المحتوى دول فالاغلبيه هم عارفين مقتنعين وشايفين ان هم كده صح، ان هم فعلا بيقدموا محتوى، فالمشكله مش فيهم، المشكله في اللي بيتفرج عليهم. وكده يبقى خلص فيديو النهارده مع استاذ هيثم عبد الله. ولو سلسله الفيديوهات دي عجبتكم ان احنا نروح لناس شهرت فجاه او طلعت ترند ونعمل معاها لقاء، فكله اكتب لي تحت واكتب الشخص اللي هو عايز يعرفه كويس او عايز يتفرج عليه، واستنوا فيديوهاتهم ونشوفكم في فيديوهات جديده. وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تنشروا المحتوى كويس. سلام.